بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن الله جميل يحب الجمال. وتعاون الشاعر الرومانسي بيرم التونسي مع الملحن العملاق رياض السنباطي ويتحفون في عام 72 برائعة سيدة الغناء العربي: القلب يعشق كل جميل. فالجمال له أسرار لا يعلمها إلا الخالق سبحانه وتعالى، ولكن هناك جمال داخلي وجمال خارجي وجمال الشكل وجمال الجسد وجمال القدماء المصريين وجمال الإنسان في الوقت الحالي. الجمال أيقونة الانجذاب وأيقونة العاطفة، يجعلك تتقبل البعض وتبعد عن الآخر. الجمال هو الذي يجعلك تحكم على أشياء بعين ترى كل شيء جميل. الجمال له أسرار، سنتعرف على أسرار الجمال مع الدكتور محمد جمال في حلقات متتالية، فتابعونا مع أسرار الجمال والدكتور محمد جمال. أهلا وسهلا حضرتك دكتور. اهلا بيك يا استاذ ايمن. اخبار حضرتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله تمام، ربنا يبارك فيك. الناس في الشارع بتلاقي حد شباب تقول له يا ده انت شكلك كبير، وتلاقي حد كبير تقول له نمسك الخشب انت شكلك صغير. في تجاعيد، في مشاكل في البشره، في مشاكل تهدد بعض الاسر العائليه، في مشاكل بتعوق الشباب ان هو يطمح ان عايز ياخد حد معين عشان عنده عيب معين، حاجات زي كده. عايزين حضرتك مشكورا تطمن اعزائنا المشاهدين على الجمال واسراره وابداعات الخالق جل وعلا في الانسان، وايه موضوع الفيلر وايه موضوع التعاون مع الفيلر وحوار الفيلر. اتفضل حضرتك. الحقيقه الجمال ليه اهميه كبيره جدا زي ما حضرتك ذكرت. اولا انا بشكرك على المقدمه الجميله دي اللي هي بتختصر حاجات كتيره جدا تبين لنا أهمية الجمال، سواء كان الجمال الشكلي أو الجمال المعنوي. الحقيقة الجمال ليه أهمية كبيرة جدا. لما حضرتك بتروح تقدم على وظيفة، أول معايير بتكون الشكل الجميل الجذاب. لما حضرتك بتروح ان انت تخطب او تروح ان انت تتقدم لواحدة، مجرد النظرة الأولى بتدي انطباع سواء ليك أو ليها عن الشكل الخارجي والطريقة الجميلة اللي هتتعاملوا بيها مع بعض. فإذا الجمال دي أهمية في حاجات كتيرة جدا. طبعا احنا تطرقنا في الحلقة السابقة إلى أسرار الجمال، وقلنا إن دي مش موضوع الساعة ولكن خد أهمية منذ قديم الأزل. يعني احنا تطرقنا من الفراعنة وكانت في فينوس آلهة الجمال، وإن الموضوع ده ليه نقوش وليه حفريات وليه حاجات كتيرة جدا منذ قديم الأزل. يبقى إذن الموضوع ده مهم جدا سواء كان للأشخاص أو للجميع. فإحنا هنتكلم عن أسرار الجمال في حلقات متتالية بإذن الله تعالى، هنعرض فيها إيه هي الطرق اللي تخلي الإنسان جميل، أو زي ما بنقول بالبلدي كده إن هو يمتلك وجه ملائكي، أو بالمصطلح المدرج البيبي فيس. ليه الطفل لما أنت تبص له بتلاقي فيه انجذاب؟ يعني صعب جدا ان انت تلاقي الطفل مش جذاب. ايه السبب في كده؟ الحقيقة الاطفال بيبقى ليهم بشرة مفعمة ومليانة بمادتين مهمين جدا، مادة الكولاجين ومادة الالاستين. الحاجات دي مسؤولة ان الجلد بتاعنا بيكون مشدود ونضر وليه لمعة، وده اللي احنا كدكاترة بندور عليه، ان احنا نخلي حضرتك توصل للشكل اللي بيكون فيه وشك جذاب، ليه لمعة، ليه نضارة ومش مطفي، وده الهدف بتاعنا. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهتكون البداية بتاعتنا. احنا هنتطرق لمواضيع كتيرة جدا زي موضوع الفيلر، البوتوكس، حقن الميزوثيرابي، حقن البلازما، التقشير الكيميائي، الليزر واستخداماته. كل دي حاجات مهمة جدا بنستخدمها في الوقت الحديث عشان نوصل لهدف واحد، اللي هو ان احنا نخلي بشرتنا بيبي فيس او بشرة جذابة لامعة مفعمة بالحيوية وبالنشاط، عشان الواحد ينجح في كشف الهيئة، عشان تنجح في حاجات كتيرة، عشان بإذن الله تعالى لما تخطب حد تلاقي القبول، لما تقدم وظيفة تنجح من أول مرة. هي يعني ده معيار مهم جدا، لازم ان احنا ناخد كل الطرق
اللي استخدمناها في العلم بإذن الله تعالى هنشرحها على الحلقات المتتالية. طيب بالنسبه للتجاعيد ومشاكل التجاعيد، هنبدأ النهاردة بإذن الله تعالى نتكلم عن حاجة مهمة وبسيطة وحواليها بعض الاختلافات. هنحاول نوضح الحاجة دي وهي مادة الفيلر أو الهيالورونيك أسيد. أولا المادة دي مادة بسيطة جدا موجودة في الجسم بتاعنا، ليها قدرة ان هي تجذب المية، فلما تجذب المية بتبتدي ان هي تمتلئ. زي ما حضرتك تاخد سفنجة وتحطها في المية، ايه اللي بيحصل؟ بتبتدي السفنجة ان هي تجمع جزيئات الماء وتبتدي ان هي تمتصها وتمتلئ، وهو ده فعلا اللي بيحصل في مادة الايه؟ الفيلر او اللي بيعمله الهيالورونيك اسيد. تمام؟ فببساطة كده الفترة الأخيرة في ناس اتكلمت عن الكريمات بديلة الفيلر وبديلة البوتوكس. هل الكريمات دي ليها نفس التأثير؟ يعني أنا مثلا كدكتور بحقن المادة بتاعت الفيلر، الجلد بتاعنا اللي كان مكرمش وفيه حفر وداخل وجوه ومكعبش يبتدي ان هو يتفرد ويتملي. الكلام ده بيبقى خلال مثلا بضع دقائق، يعني خلال مثلا ربع ساعة احنا بنظبط الموضوع بنحقن الاماكن اللي فيها التجاويف. وعلى فكرة الكلام ده مش بنحقنه لمنطقة الوجه بس. يعني حضرتك عايز توضح للمشاهد ان في فرق بين الكريمات والفيلر، وده ليه ايه؟ بين الحقن فلما اجي انا بحقن منطقة الفيلر انا مش بحقنها في الوجه بس، لا، اي منطقة فيها تجويف وعايزين ان احنا نزودها او نملاها او نديها نضارة بنستخدم فيها مادة الفيلر. مثلا لو احنا شفنا الوش بتاعنا، التجاعيد اللي حوالين العين، الناس اللي هي بتسهر فترات طويلة بتلاقي فيه تجويف تحت العين. الناس اللي بتعمل تخسيس بتبتدي تفقد الدهون بتاعتها، فبالتالي بتظهر التجاويف اللي موجودة في الوش بتاعنا. الناس اللي هي بتمارس رياضة وبتحرق كميات عالية جدا من الكالوريز بيبتدي الوش بتاعها يكرمش ويبتدي يفقد الدهون، وبالتالي يبتدي تظهر التجاويف. فبنحقن المادة دي كمادة تعويضية عن فقدان الدهون في المناطق دي، سواء كانت التجاويف اللي تحت العين، منطقة الشفايف لما تبقى صغيرة احنا بنقدر ان احنا نزودها بطريقة طبيعية مش اوفر بحيث ان احنا نلاقي الشكل بتاعنا مشوه. لا، احنا بنحقن المادة دي بكميات معينة وبطريقة معينة بحيث ان احنا الشفايف بتاعتنا يبقى ليها منظر جميل. برضو حوالين الفم بيبقى فيه خطوط او منطقة التير تراف او المنطقة اللي هي حوالين العين بيبقى يظهر فيها زي تجويف كده، بنقدر ان احنا نملاه بمنطقة الفيلر. الناس اللي بتشتكي ان عندها حجم الثدي صغير احنا بنقدر باستخدام حقن الفيلر ان احنا نزود حجم الثدي بطريقة طبيعية ومتناسقة وبدون اي مشاكل تذكر. فبالتالي احنا مادة الفيلر دي بتقدم لنا حلول لحاجات كتير. يعني نقدر نقول ان الفيلر هو المادة السحرية في عودة البشرة لنضارتها، بس مع اتباع طبيب متخصص واجراءات معينة. بالظبط كده، الطبيب الفاهم. احنا مش مجرد ان انا بحقن مادة وخلاص، لا، احنا الجلد بتاعنا بيغذيه اعصاب، في شرايين، في اوردة. الكلام بيكون الدكتور درسه عن طريق التشريح بتاع الجسم، فهو فاهم بيحقن فين وبيحقن ازاي وايه هي الطريقة اللي بيستخدمها، لان في طرق كتيرة لحقن الفيلر. تمام؟ الشخص العادي اللي بيشوف واحد بيحقن الفيلر وانا اقلد، مش مجرد ان انا احط السرنجة والموضوع خلص، لا، احنا دارسين حاجات كتيرة. قبل ما انا بحقن ببقى انا فاهم ان في عصب، في شريان، في حاجات لازم ابعد عنها عشان ما يبقاش في مشاكل. اللي دلوقتي في ناس بتطلع تقول لك انا والله الفيلر كله مشاكل، احنا نبعد عنه ونجيب برطمان كريم نحط من الكريم وهيكون بديل لينا وهنقدر نستغنى عن الفيلر. حد من المشاهدين سمع حضرتك كنت بتتكلم عن ان الموضوع ما فيهش مشاكل والدنيا امان. في مدة معينة المتعالج يعرف امتى الفيلر ده آمن وامتى مش آمن، والدكتور اللي كان عنده فاهم او مش فاهم، الحجم كان سليم او مش سليم. الحقيقة احنا بنحقن مادة الفيلر في مناطق التجاويف. الموضوع بيبقى ليه بعض الآثار الجانبية اللي بتحصل ووارد ان هي تحصل مع اي حد، لكن الفكرة ان الطبيب المختص بيقدر ان هي يتعامل مع هذه المشكلات. مثلا انا بدخل سرنجة ببتدي احقن المادة، ممكن يحصل كدمة اثناء الحقن،
نتيجة دخول جسم غريب، ممكن تحصل حساسية، في حاجات كتيرة ممكن ان هي نتعرض ليها. لكن الفكرة ان الطبيب بيتابع الحالة بتاعته، ليه طرق علاج بيقدر ان هو يتصرف بيها ويعالج الموضوع. لكن لو احنا شفنا تكنيشن مجرد ان هو خد دورة بدأ ان هو يحقن مادة الفيلر، هتلاقي في مشاكل كتيرة حصلت، هو مش هيعرف يتعامل معاها، ده رقم واحد. الحاجة التانية هترجع لنا احنا بمشكلات في غنى عنها، وبالتالي انا في غنى عن كده لازم اروح لدكتور متخصص فاهم في المجال بتاعه، دارس تشريح كويس، عارف ايه هو اللي بيعمله. وخصوصا ان احنا الفيلر ده فيه مواد كتيرة وفيه حاجات كتيرة، يعني مثلا من الحاجات اللي احنا عرفناها الفيلر الدائم دوت ليه مشاكل كتير. هو بيقعد فترات طويلة لكن فيه مشاكل موجودة منه. واحنا بنتكلم على اسرار الجمال، الفيلر احنا بشهادنا كل انحاء العالم، ممكن حد من الناس اللي عندهم امكانيات الماديه كويسه ويلاقي نفسه 75 60 65 عايز يرجع 40 سنه 30 سنه، ممكن الفيلر يعمل نضاره البشره بما يعادل كام سنه؟ الحقيقه ماده الفيلر تعتبر ماده زي السحر كده. احنا بنقدر ان طبعا مع تقدم السن بتبتدي الدهون اللي موجودة وبتسند بشرتنا وبتدينا الوجه الممتلئ بنفقدها، فبالتالي تظهر بتجاويف وتجاعيد. احنا بندخل مادة الفيلر دي تملى مكان الفراغات، فتبتدي ترجع السن بتاعك شاب تاني بدون التجاويف ولا التجاعيد اللي موجودة دي. فبالتالي اللي بيبص لك مستحيل ان واحد عنده 60 سنة بيلاقي البشرة بالحيوية بالنضارة دي، فهو ده اللي بيقدم لنا مادة الفيلر. وزي ما انا قلت لحضرتك ان احنا مش بنستخدمها للوش بس، لا، الناس اللي بتعاني من صغر حجم الثدي بنقدر ان احنا نزودها عن طريق الفيلر. الناس اللي منطقة الساق عندها رفيعة جدا وعايزة ان هي تزود حجمها عشان يدي شكل جمالي ومدور وكويس جدا، بنقدر ان احنا نعمل كده عن طريق مادة الفيلر. في استخدامات كتيرة بنستخدمها وبالتالي نتائجها كويسة جدا وبتخلي الشكل مريح وجذاب بالنسبة للآخرين. نعم دكتور محمد جمال، واحنا بنتكلم على اسرار الجمال، رسالة أخيرة في ختام كلامنا عن الفيلر، تقول ايه للي حاسس ان هو الست بتاعته كبرت شويه، او هي العكس حاسس ان الراجل كبر شويه، البنت ما عندهاش حد بيقبلها، عندها يعني القبول عليها قليل، هو حاسس ان في حاجات مش مظبوطه في وشه، ظهور تجاعيد على شباب النهارده 30 سنه و25 سنه وعندهم تجاعيد، نقول لهم ايه؟ الحقيقه السن ده مجرد رقم، في حاجه اسمها عمر تقدمي او زمني وعمر بيولوجي. العمر البيولوجي ان انت محافظ على حيوية جسمك، على نشاطك، على ادائك. بنقدر ان احنا نستخدم الطرق الحديثة بان احنا ناس بيبقى عندها 60 سنة زي الممثلين، يعني مثال بسيط جدا، انت بتشوف ناس عند 70 و80 سنة ما شاء الله عندها لو بصيت لها مش هتديها 30 40 سنة. الطرق الحديثة بتتيح لينا ان احنا نعمل الكلام دوه بطريقة كويسة جدا وطريقة بسيطة ومش مكلفة، وفي نفس الوقت بتوصلنا للنتائج اللي بتخلينا دايما في شكل حيوي وجذاب وكويس. الفكرة ان انت تروح للدكتور اللي فاهم واللي يقدر ان هو يعمل لك الحاجة بتاعتك بطريقة كويسة وبدون ما تحصل منها مشاكل. فبالتالي الفيلر لما يتحقن عن طريق طبيب متخصص، اولا احنا بنتجنب المشاكل الكتير. الحاجة التانية الكريمات اللي بتستخدم دلوقتي واللي بيبتدي يعلنوا عنها ان هي بديل للفيلر، اولا هتاخد وقت عشان تجيب النتائج دي. الحاجة التانية احنا بنحقن الفيلر خلال نص ساعة كتير بنحصل على النتائج بتاعتنا، طريقة امنة فعالة كويسة الى حد ما. لو انت الدكتور متخصص وكويس وفاهم كويس هيجيب لك نتيجة حلوة جدا، وهيبتدي ان احنا نتلافى المشكلات اللي موجودة منها. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا ايه هو الفيلر وايه استخداماته وايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها والنتائج اللي نقدر نوصل لها باستخدام المادة دي. بشكركم ونتمنى ان احنا نكون وصلنا لكم معلومة بسيطة وكويسة. أعزائي المشاهدين، بعد ما استمعنا عن تفصيل رائع لمادة الفيلر والقلق منها وان هي مش المرعب ده، بالعكس ده كلمة السر لعودة البشرة والوقاية من التجاعيد،
نبشر كل حد شايف نفسه كبير. زي ما قال الدكتور محمد جمال، انت مش كبير، العمر مش بالسن، العمر بكل لحظة سعيدة تعيشها. شوف نفسك أجمل حد في الدنيا. واختاما لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور محمد جمال الذي سيقدم لنا الكثير في أسرار الجمال. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا يا استاذ عامر، وسعيد جدا بلقاء حضرتك. الله يخليك فندم.